اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله من الاخر. في الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن ازاي نبدا دروب شيبينج في الخليج وفي الوطن العربي. لو مش عارف ايه هو الدروب شيبينج ولسه جديد، فانا نزل اول حلقه من السلسله دي بشرح فيها ايه الدروب شيبينج والفرق ما بين الشغل في الوطن العربي والشغل في امريكا واوروبا والعالم بشكل عام. في الحلقه دي احنا هنتكلم فيها في الوطن العربي. طب انا عايز دلوقتي اشرح الفكره بشكل عام، بمعنى ان والله ايه الخطوات اللي انا محتاجها عشان اسس الشغل بتاعي صح واقدر ابيع اونلاين واستقبل اول اوردر. فهحاول على قد ما اقدر الخص الموضوع ده، وهنبدا من غير اي انترو ولا اي حاجه عشان احنا ان شاء الله بنجيب من الاخر. فهشرح برضو الفكره دلوقتي. اول حاجه انت بتعملها في شركات معينه لازم نشترك فيها، اللي هي بتوفر المنتجات زي مثلا اي كومبو، تاجر، سي او دي نتورك. طب ايه الشركات دي وبتعمل ايه؟ بص، الشركات دي يعتبر عندهم مخازن، عندهم منتجات. عندهم مثلا على سبيل المثال نتكلم على الجراب ده، عندهم مثلا جرابات للايفون. تمام. فبتخزنهم في المخزن، وبعد كده عندهم فريق اللي هو بيكلم العملاء يأكدوا معاهم. وبعد كده عندهم مع الشحن عندهم تعاقدات مع شركات شحن. وبعد كده عندهم توصيل وتحصيل لحد لما العموله تجيلك. لو والله هم بيوفروا الجراب ده ب 50 وانت بعته ب 100، فبتقول لهم والله انا بعته ب 100، فهم بيبيعوه بيدوا للعميل سوري ب 100، بياخدوا ال 50 تكلفه المنتج، وطبعا الشحن والكلام ده كله هيتفضل لك كام؟ 50 بتوعك. مالناش دعوه. فاهم الفكره؟ فنشترك اول حاجه في الشركات دي. فلما بنشترك في الشركات دي طبعا بنوفر على نفسنا بقى لا رخصة ولا محتاجين سجل ولا محتاجين اي حاجة. عادي من اللاب بتاعك، ما بلاش موبايل يا جماعة، بالله عليكم لا عندكم بلاش موبايل، اشتغل من اللاب. هات لك ارض لاب ممكن تجيبه اي رقم، اهم حاجة بيفتح جوجل كروم وكانفا. بارك الله فيما رزق يعني. فتمام. فاحنا محتاجين اول حاجة نشترك في شركة. والله اشتركنا مثلا في شركة اي كوم على سبيل المثال. بعد ما بنشترك بنشوف المنتجات المتوفرة، خلاص شفنا. تاني حاجة بنعملها ايه؟ يا اما بناخد منتج من اللي موجود، والله انت شفت المنتج حاسس ان انت هتقدر تجرب عليه، او يعني في فرصة كبيرة بالنسبة لك، ابدأ جرب، ابدأ اختار منتج. دي اول حاجة. تاني حاجة ممكن برضو تختار المنتج بتاعك عن طريق الريسيرش، ان انت والله يعني تشوف في التيك توك كريتيف سنتر ولا ادس لايبراري، تشوف والله في منتجات 1 2 3 ناس شغاله عليه. طب ما انا اجرب يعني، في ايه؟ ما الناس شغاله، هو يعني نفس الفكره، انا هجرب على نفس الفكره، منتج عند نفس الشركه في الاخر يعني. وطبعا في استراتيجيات تانية ان شاء الله نبقى نتكلم عليها في الايه، في الفيديوهات الجايه. فبعد ما اخترنا المنتج، تالت حاجه هنعملها وهي انشاء الستور، اللي هو المحل الاونلاين بقى من الاخر، اللي هنحط فيه الايه، المنتجات بتاعتنا. طبعا عشان تعمل الستور اونلاين عندك مثلا يوكان، عندك شوبيفاي، عندك ايزي اوردرز، عندك لايت فانلز. طبعا في حاجات لا تحصى من الموضوع ده، لكن بالنسبه لي افضل كتجربه والله انا جربت يوكان كويس، وحتى الان في مستمر فيه يعني. ولايت فانلز كويس بس اغلى من يوكان. وشوبيفاي لو الاستهداف بتاع الجمهور باللغه الانجليزيه، ما انصحش صراحه العربي، لان شكله مش افضل حاجه يعني، في حاجات اقوى منه. وطبعا ايزي اوردرز جربته في مصر كويس، ما جربتوش في الخليج للامانه. فانت عندك برضو الاوبشنز دي كويسه. عندك يو كان، شوبيفاي لو انجليزي، ايزي اوردرز، لايت فانلز عربي عادي، بس لو ميزانيه معاك تسمع ان انت هتدفع برضو ايه رقم كل شهر، هو $10 يعني، بس في نسب لو الحجم الاوردرات بتاعتها عالي فهتفرق يعني. فاهم الفكره؟ فاحنا جبنا المحل الاونلاين بتاعنا، هنبدا نعمل ايه؟ هنضيف فيه المنتجات. هناخد والله المنتج اللي احنا اخترناه، ما نضيفهوش هو بالله عليك، نتعب شويه ونبدا ندور على صور كواليتي اعلى، وصفه اعلى، تقييمات موجوده، ديزاينات نعملها، نصمم الستور بشكل كامل. وان شاء الله انا سايب كورس كامل في التشانل هنا، يعني بشرح فيها كل الحاجات دي لحد ان شاء الله لما تيجي تعمل اعلان. تمام. طب دلوقتي والله احنا عملنا الستور بتاعنا الجميل وحطينا فيه المنتجات، هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نجيب الفيديو اللي هنعمل عليه اعلانات. طب والله هنجيب الفيديو ده ازاي؟ ما تحس ان الموضوع صعب.
لا هو ان شاء الله مش صعب ولا حاجه، انت عندك برضو ايه طريقتين. نفس المنافس اللي عامل عليها، انت بس ممكن تاخد الفيديو بس تedit عليه وتضيف عليه ماتيريال، تحاول ترقيه لنقطه تانية. عندك برضو الشركات دي بتكون موفره، انت لما بتشتغل في كل الشركات والله لقيت المنتج موجود عندهم، هتلاقي ان هم رافعين ماتيريال خاصه بيها، ده ماتيريال موجوده للفيديوهات، سواء حاجات معانا مش اقوى حاجه، بس لو الدنيا ازمت معاك يعني. وطبعا عندك اليوتيوب، ممكن تحوله من اليوتيوب للتيك توك تقصقص. وممكن طبعا ان انت تعمل ريسيرش على مواقع بره تلاقي، بس طبعا تغير شويه حاجات. هو ان شاء الله الموضوع مش بالصعب، وبرده سايب فيديو في القناه بيتكلم فيه عن الايه، على النقطه دي. فالحمد لله اخترنا المنتج، عملنا الستور، جبنا الفيديو، هنبدا نعمل اعلانات. الاعلانات نقطه يعني بند يعتبر اهم بند، الحاجات دي اساسيات. تيجي عند الاعلانات انت لازم تكون مركز فيها، لازم تكون فعلا، هي لعبه اعلانات برضو من الاخر يا جماعه، هي لعبه ايه؟ ان انت بتحاول تجيب الاوردر. والله انا دلوقتي عملت اعلان، بتحاول تجيب اقل تكلفه للاوردر عشان تكسب. شكرا، عرفت تعمل دي، الف 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 مبروك، وخلاص يعني ان شاء الله انت فهمت اللعبه بشكل كامل. طب ندي كمثال، والله لو انت شغال مثلا على الامارات، فبالتالي الامارات عندك مثلا انستجرام، تيك توك، سناب شات، دول كويسين. لو مصر عندك الفيسبوك اقل تكلفه ممكن تجيبها، وطبعا تيك توك لسه داخل جديد كاعلانات، الناس يعني في فرصه قويه جدا والله، لو لسه ما استغلتهاش حاول تستغلها. وطبعا لو السعوديه عندك سناب شات وتيك توك برضو وانستجرام، فهي بتدور برضو ايه حوالين المنصات. طبعا في جوجل ادز، بس يعني ما انصحش في البدايه، لان انت لسه بتحط رجلك، وجوجل محتاج له معامله خاصه يعني، فاهم الفكره؟ فوالله عملنا اعلاننا على السوشيال ميديا على الفيديو، وجالنا اول اوردر. سمعت كده رنة التليفون بتاع ابلكيشن تين اوردر. فطبعا بقى في الحاله دي انت الحمد لله يعني خدت شوط كبير، ولسه عندك شوط تاني، عندك الاستمراريه فيه، فاهم الفكره؟ لان ياما بداوا وما كملوش. ليه؟ لان هي لعبه تكمله برضه، انت لازم تكون ايه، مستمر وبتحقق نتائج بشكل عام. فوالله دلوقتي جالنا الاوردر. اللي بيحصل الاوردر ده بيجي ازاي؟ الاوردر والله بيبقى موجود اسم العميل، رقم موبايله وعنوانه، اشترى مثلا الجراب ده ب 150. طب والله هو واقف عليا بكام؟ واقف عليا ب 50 تكلفه و20 شحن، يبقى توتال 70. انا جالي اوردر بكام؟ ب 150. بروح للشركه لكومبو، بختار المنتج، اضيف الطلب، بحط اسم العميل، رقم العميل، عنوان العميل، التكلفه اللي هو انا بايع بكام؟ بايع ب 150، بحط ال 150. بعد كده بعمل اوردر، اضافه الطلب. طبعا الشركه تبدا ايه، تكلم العميل، تاكد معاه، وبعد ما تاكد معاه تشحن له، تحصل الفلوس، تاخد هي ال 70 تديك ال 80، تقدر تسحبهم على اي حاجه. والله لو انت في مصر فودافون كاش، بره مصر حابب على حسابك البنكي ولا في اي حته، عادي، الموضوع مش ايه، مش هيختلف. وبس دي الفكره بشكل عام للدروب شيبينج في الخليج والوطن العربي. تقدر تبداه، والموضوع مش هيحتاج منك في البدايه غير ميزانيه، والله يعني مش ميزانيه كبيره، انت الميزانيه بتاعتك كلها اعلانات، في حاجات بس اساسيه اللي هي الويب سايت. والله لو كان هيكلفك $، الدومين اللي هو اسم البراند دوت كوم ده هيكلفك 10، كده دخلنا في 11 $. وعندك ايه تاني؟ والله لو في اي ادوات تانية، والله انا شايف دول كويسين كالبدايه يعني. ابدا بقى تكلفه الاعلانات، انت لو شغال ب 30 درهم في اليوم ولا 300 جنيه و400 جنيه، طبعا في البدايه هحب ان انت يعني تعليها مثلا ل 50 درهم. في ناس تبدا ب 30 بتحقق نتائج كبيره عامه، بس انا صراحه بحب ال 50 درهم في اليوم. فانت بتحطها مثلا بادجت اسبوع، وبارك الله فيما رزق، فاهم الفكره؟ وتبدا منين يعني؟ والله طب حلو انا اشتريت، طب انا ابدا ازاي؟ بص يا معلم، هكلمك برضو عن نفسي. انا لما بداتها في مصر، بدات في مصر بحيث ان انا بدات اعمل اعلانات في مصر واشتغل مع شركات في مصر زي انجزني، فيندور، تايم هاند، في شركات كتير قوي في مصر. يعني انت لو تبدا في مصر فانت عندك ما شاء الله حاجات كتير جدا مقارنه بالايه، بالخليج والوطن العربي. طب ليه ابدا بمصر مع ان الربح اعلى في الخليج؟ ابدا في مصر عشان اكتسب خبره.
ابدا في مصر عشان اقل تكلفه، بدل ما بقول لك قصر 50 درهم اللي هو فيما يعادل 750 ولا 700 مش عارف صراحه في الرينج ده، اقدر ابدا ب 200 جنيه في اليوم. وكده انا واو فاهم الفكره؟ فيعني انا ارجحها لو انت معكش ميزانيه ولسه بتبتدي وخايف في العموم يعني. فودي في مصر يعني الدنيا جميله، اي نعم الدنيا مش هتبقى يعني الربحيه، ما تستناش مثلا لو انت مثلا يجي لك اوردر بصفي 80 درهم، لا هيجي لك هنا ممكن 80 جنيه 200 جنيه 100 جنيه يعني فاهم، بس هيجي لك كميه اوردرات انت مش ملاحق وبتفهم الدنيا بتشتغل ازاي. انت بتعرف تشتغل في مصر، هيقابلك نقطه بعد ما تخلص، هيقابلك نقطه ايه؟ ان انت لما تروح للخليج هتبص مثلا المنتج هو في مصر ب 100 جنيه بيتباع في الامارات ب 100 درهم، فانت بقى ايه يجي لك بانيك اتاك بقى اللي هو طب ايه ده يا جماعه يعني مين ممكن يعمل كده؟ فاوعى بالله عليك تحسبها كده، لازم برضو ايه تقتنع عادي جدا ان الناس هنا في دبي مثلا على سبيل المثال في العشاء ممكن يصرفوا 100 درهم عشاء اللي هو ايه ومينيموم عامه، يعني 100 درهم ده يعني كده قشطه، فاهم الفكره؟ فبالنسبه لهم عادي، هم عمله البلد بتاعتهم بيقبضوا مثلا مينيموم 5000 10000 20000، في ناس بتوصل ل 30000. فبالنسبه لهم لما يجي يشتروا 200 لحاجه هم محتاجينها او حاجه شايفينها فاليو ليهم، مش هيقولوا لا، يعني بيصرفوا معلش على شنط مينيموم 5000 دولار ويعني 15000 درهم ولا مش عارف كام، رقم وقدره يعني. فمش هتيجي على ال 200 بتوعك وهو الدنيا هتقفل عندهم بقى واوفر بادجت والكلام ده. يعني حاول برضو ايه شيل الموضوع ده من دماغك عادي جدا. لو بتعرف تبيع في مصر هتبيع في الامارات، هتبيع في السعوديه، هتبيع في امريكا، هي بس ايه طريقه العرض ونقطه اقدر اشتغل منين. يعني انا لازم عشان مثلا اشتغل في الامارات اسافر الامارات، ولا لازم عشان اشتغل من السعوديه اعمل، ولا من مصر اكون مش عارف فين؟ لا، هو انت تقدر تشتغل من بيتك على سريرك عادي جدا. يعني انا عارف ان انتوا بتشوفوا فيديوهات كتير عن اونلاين، ازاي تعمل بيزنس اونلاين وازاي، وصراحه اغلبهم بيبقى فيك للاسف، يعني للاسف اغلبهم بيبقى استغلال ليك، او يعني هيطلعوا من وراك بمصلحه ما فيهاش افاده ليك بشكل عام، فاهم الفكره؟ فيعني ما تجريش ورا اي حاجه يعني اونلاين او اي حاجه كذا اي حاجه كذا اي حاجه كذا، لازم تعرف الصوره بشكل كامل. وده اللي بحاول اوضحه بالنسبه لي يعني الحاجات اللي ليا خبره فيها ان شاء الله هحاول ان انا اعمل فيها، لان انا اعتبر الحمد لله بادئ الاونلاين بيزنس بشكل عام بدات في 2015، فاهم قصدي؟ ما كانتش معايا فودافون كاش اساسا بقى، فاخدت بطاقه واحد صاحبي عشان اعمل بيه فودافون كاش، فالحمد لله يعني عديت حاجات كتير، فاهم الفكره؟ فيعني صراحه حس ان دلوقتي لازم برضو الصوره تكون واضحه ليك، بحيث لو ناوي تاخد خطوه او ناوي تبدا بيزنس اونلاين او اي حاجه اونلاين بشكل عام. والله انا بالنسبه لي هقول لكم اللي اعرفه ومن الاخر فيه في السلسله دي بالذات، يعني والله في فرصه بناء على ايه تجربه عملتها، شكرا، فاهم الفكره؟ وباذن الله يعني ايه تشدوا حيلكم فيه وتقدر عادي من اي مكان تشتغل على امريكا. لو انت في مصر انا كنت بعمل كده يعني، ما ليش انا كنت في اسكندريه وفتح بيزنس في امريكا وببيع لناس في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا فاهم قصدي، وفي نفس الوقت في الامارات دبي وابو ظبي وانا في السيوف، يعني فاهم الفكره؟ فيعني حاولوا تاخدوا الموضوع بجديه والله، يعني جرب فيه. خايف تبدا ابدا في مصر، عندك حاجه اسالني في الانستجرام، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان تخلي الناس تستفيد. ولو عندك فكره للفيديو اللي جاي نتكلم على ايه سيب كومنت بيه، وطبعا اشوفكم في فيديو جديد.